قال لمرته أموت ولا أتزوج عليكي؟ تتوقعوا شو حكت له؟ في 2 إخوة متزوجين وساكنين بجنب بعضهم، واحد منهم مرته معلمة بمدرسة من المدارس، والتاني مرته ربة بيت، ما بتطلع كتير، أغلب وقتها بشغل البيت وبالطبخ، يعني كل اهتمامها بجوزها وبعيلتها وبيت حماها، وشاطرة كتير بالأكل والطبخ. كل يوم والتاني على أكل، شي كبسة وشي برياني وشي مندي وشي كبة، وبتطعمي حماتها وبتطعمي عمها وسلفة، وهن مبسوطين عليها خيرات الله، وبيضلوا يمدحوا فيها وبأكلاتها الطيبة. أم فلان أكلاتها بشهو، وأم فلان ما في منها، ومن هالحكي. وخاصة سلفها يلي هو أخو جوزها، هذا كتير كتير يعجبه الأكل وياكل بشراهة، ياكل ويمدح بأكلات مرت أخوه، ويقول ما شاء الله على طبخ مرت أخي، والله بشهي. طبعا مرته يلي هي المعلمة هون بلشت تغار من مرت سلفها، وبلشت تحقد عليها وتكرهها، وبس بدها تنتقم منها بأي شكل من الأشكال. فبيوم من الأيام